أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة. بزاف من النساء كيعيشوا حياتهم وكيهتموا بجميع الناس اللي حداهم، بالعائلة، بالصديقات، حتى في الخدمة، ولكن في النهاية كينساو واحد الشخص مهم بزاف وهو نفسهم. يمكن تكوني كتعطي بدون توقف، كتحاولي ترضي كل شيء، ولكن واش عمرك وقفتي وسولتي راسك واش انا راضية على راسي؟ واش انا كنعطي لنفسي نفس الحب اللي كنعطيه للآخرين؟ الأنوثة الحقيقية ما كتزهرش إلا ملي كتبداي تحبي راسك وتقدري ذاتك. بدون حب الذات كل شيء اللي كتديريه غادي يبقى ناقص، وحتى طاقتك كتخسريها في شي مكان ما كيعطيكش مقابل. حب النفس ماشي أنانية، بالعكس هو دليل النضج والقوة الداخلية. المرأة اللي عايشة حب الذات كيبان نورها من بعيد، كل حركة فيها، كل ابتسامة، كل كلمة كتقولها كتكون مشعة بالأمان والثقة. المرأة اللي كتحب راسها ما كتخافش توقف على رجليها بوحدها، ما كتخافش تقول لا ملي شي حاجة ما كتناسبهاش، وما كتضيعش طاقتها على اللي ما يسواش. الأنوثة ديالها طبيعية، ما فيهاش تصنع، وحتى الناس اللي حداها كيشوفوها مشرقة وكأنها كتقدم لهم طاقة إيجابية بلا ما تحاول. دابا ندوزو المعقول، غادي نعطيك خطوات عملية باش حتى انتي تحبي نفسك. اولا، الكلام مع النفس. الحوار الداخلي مع راسك خاصك تردي ليه البال. مثلا بدل ما تقول لراسك انا ما كندير والو مزيان، انا حتى حاجه ما كتصدق ليا، قولي انا غادي نحاول ونتعلم وغادي ننجح ان شاء الله. الكلام اللي كتقوليه لراسك كيغير الطاقه ديالك بشكل كبير. ثانيا، العنايه بالجسم. الجسم ديالك هو بيت الروح ديالك، فاعتني به بالماكله الصحيه، بالرياضه والنوم الكافي. هادشي كامل كيعطيك طاقه وخفه وكيخليك تحسي بالأنوثة ديالك. ثالثا، خصصي وقت لنفسك. خدي لك وقت صغير لراسك كل يوم، اشربي قهوة مع راسك، قراي كتاب، ديري جلسة هادئة تأملي فيها، أو مجرد دقيقة تنفس عميق. هاد اللحظات كتبني حب الذات والثقة بالنفس. رابعا، اختيار العلاقات. ما تبقيش مع ناس كيقللوا من قيمتك. حب النفس كيخليك تعرفي شكون يستحق يكون حداك وشكون ما يستحقش. خامسا، الاحتفال بالإنجازات حتى ولو كانت صغيرة. رتبتي الغرفة ديالك، مشيتي للرياضة، خديتي قرار زوين في حياتك، فرحي براسك، احتفلي بهذه الانجازات الصغيره، ديري كادو لراسك. هادشي كيقوي حب الذات وكيزيد الطاقه الايجابيه. الانوثه وحب النفس ماشي غير شعور داخلي، انما هو طاقه في الداخل ديالك، ولكن كوني اكيده انه كيحسوا بها الناس المحيطين بك. ملي كتكوني واثقه في قيمتك وكتحبي راسك، كل تصرف كتقومي بيه، كل كلمة كتقوليها، كل نظرة من عينيك غيبان فيها هاد النور. كتولي حركاتك أنعم وكلامك أعمق وحضورك طبيعي، ما فيهش تصنع.
الأنوثة وحب النفس مربوطين ببعضهم بحال الجذور والشجرة. الجذور إلا كانت قوية الشجرة كتكون مزهرة. نفس الشيء مع حب النفس، اللي كيكون قوي الأنوثة كتكون مشرقة وطبيعية. حب النفس رحلة مستمرة، كل يوم كنختار نحب راسنا أكتر، نغفلوا على الأخطاء ديالنا الصغيرة، نحتفلوا بالنجاحات ديالنا ونثيقوا في أنفسنا. وفي الأخير المرأة اللي كتعيش حب النفس كتولي أنثى مشعة بلا ما تحاول، كتجذب ليها الحب والاحترام بدون مجهود، وكتعرف بلي أهم علاقة هي العلاقة بينها وبين راسها.